تخيلوا لحظة إن كل حياتكم تتقلب في ثانية، أنتم لوحدكم واللي كنتم بتثقوا فيهم يخونوكم، والمكان اللي المفروض يكون أمان بيتحول لجحيم. بنت صغيرة مظلومة، تنمر، جروح وخوف، وكل شخصيات حياتها مش موجودة أصلا، لأن أعظم كابوس إنه بيجي من جوه دماغها. النهاردة هتشوفوا قصة هتخليكوا تعيشوا كل لحظة رعب، من أول ضربة، أول دمع، أول ضحكة شريرة، لغاية ما الحقيقة هتنكشف وهتخليكم مش مصدقين مين هو المجرم ومين الضحية. ليزا، البنت الهادية اللي عندها 16 سنة، بتجري كأن حد بيطاردها، هدومها مقطعة ووشها مليان جروح شكلها بيحكي عن رعب محدش يعرفه غيرها. هي بتجري من غير ما تبص وراها، اتكعبلت، رجليها خبطت في درجة حجر ووقعت من فوق، وقعت خض، جسمها اترمى تحت، رفعت راسها بالعافية وقالت بصوت مكسور: حد يساعدني. وبعدين سكت كل حاجة. ليزا فقدت الوعي، ونور قوي وسرير أبيض وريحة مستشفى. ليزا على السرير مربوطة بأنابيب، وكل كدمة في جسمها باينة تحت ضوء الشباك. واحد عدى عليها شافها مرمية وجابها يجري بيها على المستشفى. يمكن لو اتأخر دقيقة كانت ماتت. بره أوضة المستشفى 2 ضباط واقفين بيتكلموا، واحد فيهم بيقول: واضح إن الموضوع ليه علاقة بتقارير التنمر اللي جات قبل كده، والبنات بتوع المدرسة هم أول مشتبه فيهم. لكن قبل ما يتحركوا خطوة لازم يسمعوا كلام ليزا بنفسها. حاولوا يوصلوا لحد من أهلها، أمها ماتت من سنين وأبوها مسافر ومش فارق معاه حتى لو بنته بتموت. لما ليزا فاقت دخل عليها المحقق مستر كيم وعرفها بنفسه، سألها أسئلة كتير: إيه اللي حصل؟ مين اللي عمل فيكي كده؟ لكن ليزا كانت ساكتة تماما، ولا كلمة. وفجأة الباب اتفتح، مدرستها ميس لي دخلت والقلق على وشها: لو سمحت يا حضرة الضابط، البنت محتاجة راحة. بس الحقيقة عينيها كانت بتقول حاجة تانية: خوف ومحاولة تمنعها تتكلم. ومستر كيم وهو خارج لمح 3 ستات واقفين عند الباب، أمهات البنات اللي متهمين بتعذيب ليزا. الستات داخلين وكأنهم داخلين عزومة على شاي، ولا فارق معاهم البنت اللي بين الحياة والموت. واضح انهم جايين يهددوها او يشتروا سكوتها. لكن كيم وقفهم: ممنوع تقابلوا الضحية طبعا، ولا على بالهم. جوز كل واحدة فيهم صاحب سلطة وفلوس، وبيفتكروا ان بناتهم فوق القانون. قال لهم: بناتكم هم اللي استدرجوا ليزا للجبل. لكنهم ردوا ببرود: كانوا بيلعبوا يا حضرة الضابط. الجو سخن والصوت عالي. ليزا قطعت الكلام كله وقالت بصوت ضعيف: اخرجوا، انا عايزة ارتاح. بعد كده ميس لي راحت لمكتب الناظر. الاتنين عارفين الحقيقة، عارفين ان ليزا اتعذبت، بس الناظر شايف سمعة المدرسة اهم من روح بنت. قرر ينقلها مدرسة تانية اول ما ترجع، وبيخبي خوفه على البلطجيات تحت كلمة مستقبلهم اهم. مر اسابيع وليزا قدرت تقوم وتمشي، لكن الكلام لسه محبوس جواها. مستر كيم حاول معاها مليون مرة، لكن ولا مرة اتكلمت. ومع نقص الأدلة ده القضية اتقفلت وتحولت لمعالجة نفسية، والبنات خرجوا من الموضوع زي الشعرة من العجين. والأفكار السوداء بتملى دماغ ليزا، والأول مرة تستسلم. بس فجأة باب أوضتها بيتفتح. ست وقفت على الباب، نظرتها مش غريبة، اسمها سومي، المرشدة النفسية في المدرسة. لكن لا، دي مش أي مرشدة. سومي شافت كتير، شافت طلبة اتكسرت واتدمرت واتنست، وهي كانت واحدة منهم. اتنمرت زمان واتداس عليها واتسابت لوحدها. علشان كده بقت بتعلم طلابها ازاي يرجعوا حقهم، مش بالكلام، لا بالفعل. قربت من ليزا ببرود من غير كلمة تعاطف، وبصوت ثابت قالت لها: فاكرة اللي حصل؟ فاكرة اللي عملوه فيكي؟ الكلام نزل عليها زي السكين، خلاها تنهار وتعيط وتتهز. ولما هديت سومي مسحت دموعها وقالت: عيشي لحد ما ارجعلك. يوم خروج ليزا من المستشفى اللي داخل عليها قائدة المتنمرات نفسها، شايلة معاها يونيفورم جديد وكأنها بتعمل خير. بابتسامة باردة قالت: هدومك القديمة اتقطعت فقلت اجيبلك غيرها. وبعدين قربت من ودان ليزا وقالت لها: على فكرة كان احسن لك تموتي وتسكتي، ما تجيبيش سيرة للشرطة. وسابت ليزا مكسورة وخرجت. بس اللي حصل بعدها: سومي دخلت، كانت واقفة بره من الأول وسامعة كل كلمة. من غير تردد أخدت ليزا على بيتها، قعدتها
وخلتها تحس إنها في أمان لأول مرة. وبعد ساعات ليزا قررت تروح للحي اللي كانت ساكنة فيه، لحد ما عينها وقعت على بنت نفس شكلها نفس ملامحها، كأنها بتبص لنفسها. جريت وراها ولما قربت اتصدمت بالحقيقة، دي أختها التوأم جيني. ليزا حاولت تحضنها تكلمها تجمع اللي اتفرق، لكن جيني ولا همها، لفت ومشي. الحقيقة اتكشفت وأهلهم اتطلقوا قبل ما يتولدوا. الأب ما كانش طايق الأم ولا عايز عيال أصلا، ومع الوقت ظروف الأم بقت أصعب فسابت ليزا عند أبوها وخدت جيني تعيش معاها. اتقسموا واتقطع التواصل بينهم. جيني كانت عايشة حياة أفضل وأحسن كتير، وليزا اترمت مع أب شايفها عبء مش بنت. تاني يوم سومي قررت تتابع جيني بنفسها، شافتها وهي بتسرق من سوبر ماركت صغير، استنتها بره وقفتها وقالت لها الحقيقة كلها. حتى لما سمعت إن أختها كانت بتموت من التنمر، جيني هزت كتافها وقالت وأنا مالي، لحد ما سومي عرضت عليها فلوس. وقتها بس بدأت تسمع. وبالليل اتجمعوا التلاتة في بيت سومي، وكانت الخطة يعيشوا مع بعض أسبوع لحد ما ينتقموا. جيني ما كانتش طايقة الفكرة بس مضطرة. وبعدين سومي رمت القنبلة، هتروح المدرسة مكان ليزا، هتبقي هي وتعلمي البنات درس. جيني قامت من مكانها بسرعة. مدرسة؟ لا يا ستي، ولا بأكبر مبلغ. أخذت شنطتها وخرجت مرعوبة من الفكرة. بعد شوية موبايلها رن بإشعار من جروب، فتحت الفيديو وكانت الصدمة فيديو ليزا وهي بتتضرب، بنات مقطعين هدومها بيدوسوا عليها برجليهم وبيضحكوا، وواحدة ماسكة الموبايل بتسجل وهي بتصرخ ضحك زي المجانين. جيني وقفت مصدومة وإيديها بتترعش، عينيها بتولع. رجعت للشقة، فتحت الباب بعنف وبصت في عين ليزا وقالت لها انتي جبانة. وهنا بدأت اللعبة تتقلب. الفيديو أول ما شافته ليزا اتجمدت، نفسها بقى بيضيق، ايديها بتترعش، وافتكرت الليلة السودة دي رجعت ترزع في دماغها زي المطرقة. جيني اللي كانت من شوية بتلومها اتصدمت، شافت أختها التوأم منهارة ولا مرة حست بالذنب. شدت نفس طويل وقالت لسومي قوليلي البنت اللي بتضحك الضحكة دي ألاقيها فين؟ تاني يوم الصبح جيني رايحة المدرسة، بس المرة دي لابسة شخصية ليزا. الطلبة بصوا عليها حاسين إن في حاجة اتغيرت، بس محدش اهتم لحد ما باب الفصل اتفتح ودخلوا المتنمرات. نياو أول واحدة داخلة ضحكت الضحكة المسمومة وجريت على ترابيزة جيني وقعدت فوقها وقالت ايه ده، رجعتي يا كيوت؟ نفس الضحكة اللي في الفيديو، نفس الصوت اللي كان بيشجع البنات يعذبوا ليزا. جيني اتجمدت وبعدين ولعت. نياون مدت ايدها بطريقة متحرشة ولسه هتكمل، بوم، كف واحد من جيني وقعها على الأرض. مسكتها من شعرها وقعدت فوقيها وقالت لها بصوت بارد يلا اضحكي تاني. وبدون تردد فتحت الكاميرا وسجلت فيديو جديد، ونياون بتتخنق تحت ايديها. أصحابها واقفين مرعوبين، مفيش حد قادر يتحرك، لحد ما ميس لي دخلت وصرخت ووقفت. أخدتهم أوضة لوحدهم علشان تأدبهم، بس جيني مش من النوع اللي بيتأدب. أول ما قفلت الباب قربت من المدرسة، مسكت قلم وقالت لها بصوت واطي قوي انتي فاكرة انك بريئة؟ انتي سبتي ليزا تتعذب. ميس لي اتلخبطت، خافت، اتلجمت. آخر اليوم جيني رجعت البيت وورت ليزا الفيديو اللي صورته لنياون. ليزا اتصدمت، قلبها اتوجع. انا مش بحب العنف حتى لو ضد اللي اذوني. سومي بصت لجيني وقالت تحذير، لو قررتي اللي عملتيه تاني هتضري اختك. اليوم اللي بعده عيد ميلاد التوأم، جابوا تورته بسيطة وقعدوا لأول مرة في حياتهم يتكلموا كإخوات. ليزا حكت عن حياتها القاسية، عن الحرمان، عن حب مجاش من أب ولا أم. وجيني اتأثرت جدا، هي كمان حياتها ما كانتش وردية، فقر وتعب ووحدة. تاني يوم الصبح جيني نايمة، فليزا قررت تروح المدرسة لوحدها. قالت لنفسها نياون اتأدبت، مش هتعمل لي حاجة تاني. لكن في المدرسة مصيبة كبيرة كانت مستنياها. أم نياون قاعدة مع الناظر بتدبر خطة لطرد ليزا من المدرسة. الست خايفة إن ليزا تاخد بالها من بنتها فعايزاها تختفي. الناظر بيعتبروه واحد من الفاسدين، موافق ومستعد يسهل أي موضوع. ليزا واقفة ورا الباب بتسمع ودموعها بتنزل. جريت على الحمام وقلبها وجع، وأول ما دخلت نياون كانت هناك. ليزا قفلت على نفسها في الكابينة، لكن نياون
اتكبت عليها مية كأنها مش بشر. رجعت البيت مبلولة مرمية على الأرض بتنهج من التعب. سومي جريت عليها تساعدها، وجيني عينيها بقت حمرة من الغضب. مسكت موبايلها واتصلت بنياون وقالت لها بصوت بارد لو مش عايزة الفيديو ينزل قابليني في الجبل. نياون من الخوف وافقت. في الجبل وصلت لوحدها مرعوبة، وفجأة بوم، ضربة على راسها وقعتها فاقدة الوعي. ولما فاقت اكتشفت ان ايديها ورجليها متربطين وفي شرايط على بقها. جيني شالت الشريط وفتحت ازازة مية وغصب عنها خلتها تشربها كلها. جيني وقفت فوق نياون ولسه الغضب مليها لدرجة انها جابت ازازة تانية، بس المرة دي مش مية، ده حمض. نياون صرخت وجيني ماتت من الضحك، وضحكة باردة وضحكة انتقام. قربت الازازة من وشها وقالت لها ما تخافيش، مش هموتك بس هتتعلمي. نياون ما بقتش قادرة تتنفس، عيطت بطريقة هستيرية والرعب مالي عينيها. جيني قطعت الحبال اللي في رجليها وبصوت بارد قالت لها اجري لو فعلا عايزة البنت قامت تهرب لكن وقعت بعد كام خطوة، جسمها مرعوب مش شايلها. وفجأة ليزا وصلت، شايفة اللي بيحصل والصدمة بتاكل قلبها. جريت على نياون تحاول تفكها، لكن آخر حاجة عايزاها إن حد تاني يتعذب بسببها. وسومي ظهرت بعدها بثواني، وقفت مصدومة مش مستوعبة اللي بتشوفه. صرخت كفاية يا جيني، انت فقدتي السيطرة، واتصلت بالإسعاف فورا. في القسم جيني قاعدة قدام المحققين بيسألوها، بيدوروا على دليل لكن مفيش شاهد شافها، فهي مجرد مشتبه فيها. سومي وصلت وطلبت منهم يسيبوها لحد ما نياون تصحى الضباط وافقوا وسابوهم يمشوا. بس بره القسم جيني بصت لسومي وقالت انا مش ندمانة، ولو الزمن رجع هعمله تاني. سومي بصت لها بخيبة امل ومشيت سايباها. ظهرت ام نياون هجمت على جيني تزعق وتشتم وتقول كلام يجرح، لكن جيني واقفة مبتسمة بسخرية وقالت لها اضحكي زي بنتك. نفس الضحك. وسط الخناقة جيني قالت كلمة فضحت نفسها، قالت ده حق اتاخد مش اكتر. الضباط اللي واقفين فهموا ان هي فعلا المجرمة، ومستر كيم ناداها ليزا تعالي معايا. هنا انفجرت وصرخت انا مش ليزا، ليزا في البيت. الكلمة دي كانت بداية كشف الحقيقة. بالليل مستر كيم سايق عربيته بس دماغه مش مع الطريق، كل شوية يفتكر تصرفات ليزا، افتكر شكلها في المستشفى، افتكر انها رجعت مختلفة، فكر معقول يكون ليها توأم. قرر يروح البيت اللي ساكنة فيه، لكن لما وصل لقى المكان فاضي. في نفس اللحظة دي جاله اتصال من المستشفى، نياون فائق وبتقول إن في حد تاني كان موجود وقت الهجوم. الحقيقة اتكشف، جيني ما كانتش موجودة، ما كانتش موجودة أصلا، ولا حتى ليزا ولا سومي اللي في الجبل. المفاجأة المرعبة ليزا كانت بتتكلم مع نفسها، وكل الشخصيات كانت جوه دماغها، تجسيد لحياتها المكسورة. من كتر الوحدة ومن كتر الألم ومن كتر الرعب اللي عاشته، عقلها خلق جيني نسخة شرسة تاخد حقها، وخلق سومي الخيالية نسخة حنونة تحميها. سومي الحقيقية موجودة فعلا، لكن عمرها ما زارت ليزا في المستشفى. ليزا هي اللي تخيلتها مع كل المعاناة لحد ما بقت جزء من هويتها. المحكمة بعد التحقيق عرفت إنها مصابة باضطراب تعدد الشخصيات، فبدل العقاب دخلت علاج نفسي واهتمت بصحتها لأول مرة. وفي آخر لقطة ليزا قاعدة مع الدكتور بتاعها بتتكلم، بتفضفض، بتحكي عن ترومة عمرها، وبنحس إنها أخيرا بدأت تتعافى. وفي نهاية القصة سومي الحقيقية بتوصلها المطار. ليزا مسافرة تبدأ حياة جديدة في مدينة جديدة، حياة من غير ألم ومن غير تنمر، من غير شخصيات جوه دماغها بتحارب بدلها. حياة هي اللي هتبنيها بإيديها. ما تنسوش تعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس وتسيبوا لايك علشان تدعموا القناة. أشوفكم في فيديو جديد.